رئيس الهيئة الوطنية للعدل المغرب، حنا تنتواجدوا في الوزارة حاليا، وزارة العدل، في ظل الحفل الذي نظمته الوزارة على الشرف هذا الوفد الجديد من السيدات والسادة العدول والدكاترة. وكنا تنتمنى صراحة باش غادي يكون استقبال هؤلاء يعني في ظرفية أفضل من هذه الظرفية، بقانون جديد اللي تكون فيه مجموعة ديال المكتسبات، وكذلك بأسعاب جديدة تراعي كرامة السيدة والسيد العدل أولا. وهذا الشيء اللي حنا أكدناه للسيد الوزير، ونتمنى إن شاء الله باش كما وعدنا أن الأمور غتكون خلال الأسابيع المقبلة كما نريد إن شاء الله. وحنا كهيئة وطنية يعني القانون عطاهم الحق باش غادي يدخلوا المهنة، مهنة المشاق ومهنة المتاعب، ولكن حنا في الهيئة الوطنية غادي نقدموا كل ما لدينا من جهود ومن مساعدات في إطار تذليل كل الصعاب أمام أبنائنا وبناتنا العدول جميعا. بالنسبة للمشروع ديال معهد التكوين، هل هناك مشروع تكوين العدول معهد؟ التكوين هو مستمر، التكوين كان وحاليا كذلك كاين تكوين ديال السيدات والساده العدول في المجالس الجهويه للعدول، وكذلك غادي يكون حتى في معهد العالي في معهد تكنوبوليس التابع لوزاره العدل. والتكوين المستمر هو مستمر كما قلت، هو مستمر لانه في اطار عالم الرقمنه اللي هو دخلنا له دابا ولا ملزم ولا ضروري في جميع الادارات. فالسيدات والساده العدول كذلك مجندون لربح هذا الرهان.